السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهارده بقى إن شاء الله حبيت أشارك معاكم فيديو النهارده، هاعمل معاكم البانيه بطريقة سهلة خالص، ما خدتش معايا أي وقت، زي ما انتم شايفين كده اهوت ما شاء الله اهوت من جوه شايفين مستوي اهوت، والطبقة الخارجية اللي بره اهيت ما اتشالتش. هاوريكم ازاي أنا عملته بطريقة سهلة. بس قبل بقى ما نبدأ الفيديو بتاعنا، لأول مرة يشوفني فضل وليس أمر ياريت يشترك لي في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصله مني كل جديد. متنسونيش بقى كده في لايك حلو وفي كومنت حلو. زي ما انتم شايفين اهوت ما شاء الله كله معايا بالشكل اللي انتم شايفينه دون كده، وطريقته سهلة خالص. تعالوا بقى نشوف هنعمل الطريقة ديت ازاي مع بعض. هنسمي بسم الله كده ونذكر الله لا إله إلا الله. معايا هنا البانيه نص كيلو. جبته بقى اول حاجه لازم يتغسل كويس عشان ما يبقاش في ريحه اي زفاره. مسكته بقى غسلته بالدقيق وبالخل وبالليمون وخليته كده ايه زي الفل زي ما انتم شايفين كده، وصفيته من اي ميه فيه. ومعايا بقى هنا التتبيله اللي هنعملها مع بعض. معايا بصله مبشوره، ومعايا بردك ليمونه والملح وكمون وبهارات فراخ ومعلقه كزبره. دي التتبيله اللي انا بتبل بيها البانيه بتاعي. وبردك معايا هنا ايه شويه لبن رايب. انا ما كانش عندي زبادي فانا كان عندي لبن رايب فانا ضفت شويه. الزبادي او اللبن بقى بيطري معايا البانيه وبيخليه مش ناشف، بيخليه طري كده وحلو. زي ما انتوا بقى شايفين كده ضفت البصل وعليه التتبيله وكل حاجه اهوت، ونزلت عليه على البانيه كده وبتبله بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. لازم اعمل كل الطبقات كده بالشكل دون كده. تتبيلته سهله خالص وما خدتش معايا وقت اهوت زي ما انتوا شايفين. هنا بقى هحطه في التلاجة حوالي يجي ساعتين او 3 على ما اجي ايه اعمله. قلت بقى على ما يتبل هعمل شويه مكرونه جنب منه. هنا بقى جبت اول حاجه هنا الحله ضفت فيها شويه زيت وعليهم بردك معلقه سمنه. انا ما ضفتش ليها اي بصل ولا توم، فانا عايزاها يعني كده تكون بارده. في ناس بتحبها ببصل او توم، احنا هنا ايه بنعملها كده بتبقى طعمها حلو برضه. هنا بقى حطيت السمنه سخنت معايا هي والزيت، ونزلت عليهم بالطماطم. الطماطم بتاعه المكرونه لازم تكون متصفيه ما يكونش فيها اي قشر. هسيبها بقى تتسبك، بس هضيف لها الاول التوابل بتاعتها. هنا ضفت الملح، وهضيف بردك عليه معلقة سكر عشان خاطر ما تبقاش تجزع معايا كده واحنا بناكلها، ومعلقة كمون ومعلقة شطة. هقلبهم بقى كده مع بعض واغطي عليها واسيبها بقى تتسبك براحتها. هنا بقى كانت التسبيكة اتسبكت معايا وانا بقى كنت سلقة المكرونة اهي زي ما انتم شايفين. بقى هعمل مكرونة سباكيتي، ضفتها بقى عليها هي. خليت ان شاء الله يعني هي طريقتها سهلة خالص، والمكرونة كان طعمها والله حلو. جربوها بالطريقة دي هتعجبكم. هنا بقى بقلبها كويس كده في قلب الصلصه اللي انتوا شايفينها ديت، وبهدي عليها النار بس شويه كده ايه تتشوح مع بعض شويه، وبروح طافيه عليها. كده بقى المكرونه هي خلصت معايا. هنا بقى بعد ما البانيه معايا اتبل شويه في التلاجة. دي بقى تاني مرحله هوريكم بقى بعمل ايه تاني. هنا بقى جبت بيضايه وضفت عليها شويه فلفل اسمر، وبنزل ايه عليها بالبانيه كده. في ناس بتحب يعني بيضيفوا البيض لوحده والبانيه لوحده، يعني بتدهني البانيه في البيض. فانا يبقى يعني بوفر عليك الوقت، يعني بضيف كله على بعضه كده عشان خاطر لما تيجي تقليه ما تلاقيش البيض عمل معاكي فوران كده ويفور منك ويبهدل لك البوتاجاز. انا بعمل كده والله يعني طريقته سهله خالص. هنا بقى جبت كيسين فيجيتار، واحد حر وواحد بارد، او حسب ما انتوا عايزينه بقى، عايزينه بحار عايزينه بارد اي حاجه. وضفت عليهم بردك ايه شويه من الدقيق. هقلب بقى كله كده مع بعضه. هي الفكره بس انا بسهلك تعمليه على طول، يعني ما ياخدش معاكي وقت. يعني ممكن انت بدل ما تقعدي بقى تحطيه في البيض وبعدين ترجعي تاني تحطيه في الدقيق، فانا بسهل عليكي يعني. لازم تضغطي بقى عليه قوي كده زي ما انتم شايفين كده. اهم حاجه الضغطه ديت ما بتخليش بقى معايا الطبقه الخارجيه دي تفك منك وانت بتقلي. زي ما انا وريتهولكوا كده في الاول كان كله ما شاء الله متمسك في بعضه وما فكش مني وانا بقليه. هعمل كله بالطريقه اللي انتم شايفينها دي كده. اهم حاجه ان انا اضغط عليه كده كويس. الطريقه دي بقى ممكن تعملوها وتجهزوها لرمضان.
بتبقى يعني سهلة معاكم وعلى طول، ما بتاخدش معاكم وقت، ممكن زي ما هو كده بقى وتحطوه في قلب الفريزر وتطلعوا وتقلوا منه على طول. هنا بقى جبت الطاسة اهيت، ضفت فيها شوية من الزيت، ما يكونش يعني الزيت سخن قوي عشان خاطر ما يبقاش من بره مستوي ومن جوه ني. لازم كده يكون على نار هادية، واقلبه كده لما يستوي من الناحية التانية، واقلب كده على ما يستوي يعني كله مع بعضه كده. زي ما انتم شايفين بقى، هو طريقته سهلة خالص، جربوها وقولوا له بقى رأيكم في ايه. هتعملوا ان شاء الله احلى بانيه والله، وعيالكم هيحبوه. الطريقة ديت انا بعمله كده بيها على طول، يعني الصراحة ما بيتعبنيش. كنت الاول كان بتلاقي الزيت يفور كده وما تشوفيش البانيه منه، دلوقتي شوفوا زي ما انتم شايفين اهو ما شاء الله، يعني كل حاجة قدامكم اهي. هنا بقى كان قرب بقى يستوي معايا زي ما انتم شايفين كده. انا كنت نسيت اصلا الكاميرا شغالة، بحسها يعني مطفية، عشان كده يعني ايه خدت معاكم وقت هنا في الحتة دي. هنا بقى جبت ورقة من اللي بتمتص الزيت، واطلع بقى عليها البانيه، او لو عندكم مناديل اي حاجة. هنا بقى كان خلاص بقى استوى، هو زي ما انتم شايفين بصفيه كده من الزيت كويس. عايزه اقول لكم والله ريحه التتبيله بتاعته وانا بقليه طلع ريحتها حلوه قوي، وكان الطعم بتاعه برضه كان احلى كمان. هحط بقى كمان طبقه في الزيت يستوي اهو زي ما انتم شايفين، واوريكم بقى في الشكل النهائي بتاعه في الاخر عامل ايه. ايه رايكم بقى فيه؟ زي ما انتم شايفين كده اهوت ما شاء الله، هو بس سخن مش عارفه امسكه يعني حلو، بس انا ايه هوريكم برضك في الاخر لما اخلص. شايفين بقى ما شاء الله، هو ده الطبقه اللي عليها هي ما اتشالتش ومتماسكه فيه عشان انا ضغط عليه جامد وانا بحطه يعني في الدقيق وفي الفيجيتار. هنا بقى بعد ما خلصت كل الكميه اللي معايا قليت اهوت زي ما انتم شايفين ما شاء الله، هو طلع مبروك اهوت وما شاء الله حلو اهوت، شكله يفتح النفس. جربوه بقى وقولوا لي رايكم فيه، وما تنسونوش بقى في لايك حلو كده وفي تعليق حلو، وتدعوا لي دعوه كده حلوه من قلوبكم. وهنا بردك قريت جنب منه شيبسي كده والمكرونه هي بردك سخنتها عشان كنا احنا هنا ايه بالليل في العشاء، فانا بقى ايه جهزت كل الاكل كده على طول اهو زي ما انتم شايفين ما شاء الله اهوت. الاكل يفتح النفس، والبناه اهوت معايا ما شاء الله عليه. جربوه بقى وقولوا لي رايكم. وبكده بقى يكون فيديو النهارده انتهى، واسيبكم بقى في رعاية الله وعنايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.